كذابين. لولا امريكا وطيرانها استاذ عدي، انا بالعراق موجود، انا شفتهم في بغداد شردوا كلهم هم وقياداتهم، وداعش رفع رايات في منطقه حي الخضراء استاذ عدي. ولولا وصول الطائرات الامريكيه يوم 12 هاي غطوها بالهوسم، لان الشعب ثلاث ارباع عاطفي كان مع الاسف، وفي جهله مصدقين الفتيه والمالكي ومختار العصر. لا، امريكا الشعب عنده نفس الطائرات. وطني للامانه، احنا لا لا نظن يريد يدافع عن ارضه لا لا انا كل الاحوال. لا انا ما دا اقول، لا اي. انا ما دا احكي على هاي الهبه، انا دا اقول على انه تمسكهم بهاي السرديات. سرديات. ها ما عنده البعض، ما عنده انصاف حقه، مستغلين عاطفته ووطنيته، ومستغلين جهله بعض المسائل، سيطرتهم على الاعلام، قال فلان وحكى فلان. ما يجي واحد يقول له تعال يابا، من الطائرات الامريكيه هي اللي اوقفت داعش على حدود بغداد، هاي حقيقه. وهي اللي اوقفت داعش على حدود كردستان اربيل، تذكر جنابك هاي القصه. ها لو ما الطائرات الامريكيه في احدى المعارك بالفلوجه اقصوا بها بوقت عبد الوهاب الساعدي، كان قائد عمليات الفلوجه تتذكر. حيدر العبادي توصيه من سليماني قال له وخره. الامريكان مرضوا على هذا القرار، يعني اعتبروه هذا اخلال بالمعركه، وقفوا الطيران. داعش ما خلى شيء، كتب 650 الى 700 من بدر وما يحكون بها، ومن العصائر في ذاك اليوم. بيوم واحد ساعات وقفت داعش، الامريكان وقفوا الطيران ساعات صدقني. رجعوا ثاني يوم حيدر العبادي يتوسل بعبد الوهاب الساعدي يرجعه، تدري؟ رجعه قائد عمليات. هاي قضيه ما يدرون بها ابناء شعبنا العراقي، صارت خلال بالليل والصبح. بس ايضا كان حتى